الفل عليكم في فنجان كورة النهاردة تحليل ماتش الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز، الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. ماتش أنا بديله عنوان بسيط جدا، اسمه ماتش بعنوان الأونطة. هو بعنوان الأونطة. الماتش ده حتى لو الأهلي كسبه كنت هقول اسمه بعنوان الأونطة. ليه بعنوان الأونطة؟ لأن كل الكواليس تقول إن أنت مينفعش تكسب الماتش ده، ولو هتكسب الماتش ده هتبقى بتضحك على الناس، لأن أنت ما بتقدمش أي حاجة تخليك تكسب، تخليك تلعب، تخليك أحسن، تخليك تاخد الدوري، تخليك ترجع للصدارة تانية وكل حاجة. طب تعالى لو عايز تحلل الماتش تبتدي الأول بص الكواليس اللي قبل الماتش. إيه هي الكواليس اللي قبل الماتش؟ الكواليس اللي قبل الماتش رئيس النادي بتاعك طالع يقولك أنا شهرين وهمشي، ربنا يشفيه ويعافيه. طب ماشي، ما هو مش وقته عشان الفريق مش احسن حاجه، فخلينا نمسك الدنيا ونفوق. والاجتماع الجامد اللي انت عملته مع اللعيبه واتكلمت كلمتين وزعقت فيهم وقلت لهم ان الاهلي اهم من اي حد وان الاهلي هو اللي بيبقى وكلنا بنمشي. ما هو مش وقت تقول ان انا ماشي، اصبر شويه حتى الفرقه تفوق تمسك نفسها. طيب عضو مجلس الاداره كابتن حسام غالي الكابيتانو لما يطلع يتكلم يقول لك اصل جوه والدنيا، واصل انا مش عارف الاجواء جوه مجلس الاداره. طب ما تقول ان انت جيت بالواسطه وان انت جيت بالحب وان انت جيت عشان انت الكابيتان ومش عشان انت عندك قدرات وعشان ان انت في كوادر والناس في خبرات وفي ناس علم وفي حاجات كتيرة جدا انت مش في وقتها دلوقتي. ده كواليس تانية. نتكلم عن اللعيبة اللي اصلا انا عايز امدد عقدي عشان انا مش اغلى لعيب في الفريق. تمام حضرتك، اديني قدرات تخليني اغير العقد بتاعك عشان اقول ان انت فعلا اهم لعيب في الفريق. كنت اهم لعيب بس انا عايزك اهم لعيب اكتر الفترة اللي جاية، فانا هزودك وهكبر لك، بس انت فوق نفسك وفوق الفريق وساعد الفريق ان هو يفوق تاني. بعد كده نتكلم في الكلام اللي ملوش اي ستين لازمه دلوقتي. اصل دي اللي هو امام عاشور يعني. لو بنتكلم على ديانج وان هو هيقعد ومش هيقعد، بس هو في شرط ليه ان هو لازم يكون بيشارك عشان يقعد، وديانج النهارده ما شاء الله عليه يعني هنتكلم. لما هنتكلم النهارده عن اصل في لعيبه حسين الشحات اصل هو هيمشي بكره، اصل احمد عبد القادر كان ماشي ورجعناه عشان ما يروحش الزمالك. مشاكل 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 وحاجات كتيرة جدا جدا. مفيش تركيز، مفيش لعيبة اتعاقبت، مفيش حاجة حصلت مختلفة. فين العقاب بتاعت الماتش اللي فات؟ فين اللعيبة اللي اتخصم لها؟ النهارده اللعيب القصة ما بينه وبين ما بين باشا الجمهور والانتماء والكلام ده كله، القصة كلها فلوس. فلما تتكلم في الكواليس لا، الكواليس مش مريحة تماما. هو في وسط الكواليس دي حصل الاجتماع بتاع كابتن محمود الخطيب عن موضوع اسمه إيه ده، ال- الفرقة والحماس والرجوع. ساعتها دي خلاص هو تفكيره كله فلوس. فانت لو زعلت في الفلوس هيفوق. لو قلت لهم مش فارق معايا الدوري اترموا على الدكة بقى وخلي بقى في فرقة تتفرج عليكم انتوا، انا مرميين على الدكة عايش. لو وريتهم ان انت مش فارق معاك، عايز مين يمشي يمشي مع 60 سلامة بكرة الصبح، نجيب غيره ونعمل احسن منه 100 مرة ونكبر فيه ونظبط فيه وعادي جدا، هيفهموا ان الموضوع عادي جدا. مش واقف على حد يعني، ما اهم منهم بطلوا يعني. فدي الكواليس. طب نخش بقى على الماتش اللي هو ماتش الاونطه. لما تيجي النهارده تبص للفريق، غيرت الجهاز الفني، دي من ضمن الكواليس برضو. انت غيرت الجهاز الفني بتاعك، غيرت الجهاز الفني كله. وانا واحد من الناس انا كنت شايف ان هي قصه اكبر من جهاز فني، هو قصه مدير كوره، قصه تسيب لعيبه، قصه مفيش روح، مفيش اهتمام، مفيش. احنا لعبنا كوره وعارفين ان انا لعان. لو انا النهارده بجرنت في الملعب وبجري وبقاوح وبقص ودغدغ والدنيا واروح واجي عشان خاطر، هيبان ادائي مختلف عن كده تمام. حتى اللي واقف على الخط بره ده لو هو لا يفقه شيء سواء مصري او اجنبي هيبان احسن من المنظر اللي بان ده اكتر من كده بكتير. طيب خلينا نتكلم واحده واحده بقى عن الماتش. لما تيجي تخش في الماتش بدايه هتتكلم عن التشكيل. طيب التشكيل اللي انت ابتديت في الماتش في حراسه المرمى الشناوي. تمام، وجود الشناوي في حراسه المرمى. لحد امتى هيفضل الشناوي موجود في حراسه المرمى؟ لحد امتى مصطفى شوبير مش هياخد فرصته كامله وان هو يفضل الحارس الاساسي؟ تمام، هنقول الشناوي كان بيلعب مع المنتخب وكان كويس، اخر ماتشين مع الاهلي كان كويس فيلعب تمام، ما فيهاش معاه مشكله. وجود كوكا كباك شمال. الجزء الدفاعي انا شايف النهارده ان وجود الشغل الدفاعي النهارده والجزء الدفاعي في بدايه الماتش انت مضطر، انت عندك اصابات ياسين مرعي، اشرف داري، ياسر ابراهيم، فانت مضطر بالناس اللي موجوده دي اللي هتبتدي بيها. مصطفى العش انا ده من اللعيبه اللي انا ما اعرفش هو كان فين ومركون ليه وما بيلعبش ليه، انا مش عارف. كان بيلعب جنبه بيكهام، بيلعب باك يمين محمد هاني، وبيلعب باك شمال كوكا. طبعا دي من اسوأ الحاجات اللي انا
كراجل بتفرج على كوره. كوكا مع كامل احترامي ليه كلاعب كوره، هو ما عندوش القدرات بتاعه الباك الشمال اصلا، فهو وجوده زي عدمه في المكان ده. هو موجود بيطلع الباص شكرا، لا عنده الحته الدفاعيه لانه بيسرح، عنده بيسرح انه يلعب نص ملعب، عنده الحته الدفاعيه القويه، ولا عنده الحته الهجوميه ان هو يطلع يعمل شغل هجومي. تمام، فهنقول ان احنا مضطرين عشان محمد شكري مصاب، ما اعرفش احنا كنا فين، ما هو علي معلول اعتزل وجبت محمد شكري بس، فاكتشفت فجأة ان انت ما عندكش باكات شمال، فدي حاجة غريبة جدا. مروان عطية ورجوعه ووجوده اساسي في التشكيل، تمام. وجود ديانج تمام، وجود بن رمضان تمام، تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف، كل ده تمام. بديت تشكيلة متوازنة، تمام. الغريب بالنسبة لي حاجة أنا مش فاهمها، هو يعني إيه أنا أبتدي بلعيب هو مصاب؟ مين صاحب القرار ده أصلا؟ ويعني إيه هو أنا بلعب، هو أنا فريق درجة تانية معيش سكواد جامد؟ أنا معايا أجمد سكواد. يعني إيه ألاعب لعيب أنزله الملعب أصلا وهو في شك في إصابته؟ يعني إيه زيزو يلعب أساسي وهو مصاب؟ ليه؟ وعشان مين أصلا؟ يعني ليه وعشان مين؟ عشان يطلع في الدقيقة 25 فيخسرنا تغيير، ويخسرنا ان هو مش موجود، ويخسرنا انه ممكن يقعد فترة، ويخسرنا ان الفرقة واقعة اصلا، فالنفسية ما تبقاش احسن حاجة للفريق في الملعب، ان هو واحد من الناس المهمة في الفريق لمصلحة مين انه لازم يلعب اساسي وهو مصاب. طب ما انا كنت ممكن اقعده خالص، استبعده واتصاب خلاص، خلي اصابته تبقى خفيفة، استبعده وابتدي الماتش. تمام، ابتديت بالخطة ب4-4-2، تمام. ابتديت اول دقيقتين ثلاثه كانت انبي ماسكه الكوره، بعد كده ابتديت انت تمسك الكوره. اهم اتنين لعيبه في الشوط الاول بتاع ماتش النهارده هو كان تريزيجيه ومحمد هاني. محمد هاني واحد قدم شوط، مش ماتش كامل، هو قدم شوط من احسن ماتشاته انا شفتها له الفتره الاخيره، دفاعيا وهجوميا، بيقطع، بيتمركز، بيتحرك بالكوره كويس جدا، العرضيات، كره الجون. تريزيجيه آه كان مقدم شوط كويس جدا، بس برضو لحد النهارده تريزيجيه مقتنع ان انا اللي لازم اجيب الجون، ان انا اللي لازم اعمل كل حاجه، ان انا لازم اوصل للناس ان انا اللي بعمل كل حاجه. ليه؟ انت في كوره هوشت، وكوره انت طالع سبرنت من عند الجون، لو صلحتها الناحيه التانية هتاخد نفس اللقطه بتاعت اللي انتوا بتحبوها كلعيبه الجيل الحالي، نفس اللقطه بتاع او اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، اللقطه بتاعت الجون، ان انت عملت مجهود مرعب في الكوره دي. كوره واثنين وثلاثه بتعمل نفس الفكره، ان انا لازم اجيب الجون. طب انت رحت جبت الجون، عرضيه عالميه من محمد هاني، انت جبت جون جامد جدا بدماغك. الهوس لمين؟ يعني دي لمين؟ لمين؟ للناس انتقدتك اللي انت اصلا وحش؟ طب ما انت وحش، وانت وحش على فكره، والشوط التاني انت كنت وحش. ايه الجديد؟ فانت النهارده الهوش دي مين؟ الهوش دي ده انت تروح تعتذر على ادائك الفتره اللي فاتت، على ان الناس حاطه عليك امال، وانت اصلا خاذلهم لحد النهارده، مش بالمستوى اللي الناس كانت بتشوفك فيه مع المنتخب، كانت بتشوفك بيه في فترات تالقك، كانت الناس معشمانه فيك، فانت لسه ما قدمتش حاجه. فهوش دي مين؟ انت بتجيب جون عشان ترد على الجمهور الاهلي، ولا بترد على الناس اللي بتنتقدك؟ لا، الانتقاد انك تلعب جامد، الرد سوري انك تلعب جامد، لكن الرد بتاع اصل انا تريزيجيه وانا مش عارف ايه وانا ايه، ايه هوس اصلا؟ طب على فكره الهوس دي بقى انا بقولها لك عشان انت كنت سبب النهارده بتضييع الفرص، انك ما تكسبناش الماتش، عشان انت جالك 3 فرص، ال3 فرص دول منهم فرصتين في الشوط الاول، اللي هي الكره اللي خدتها من اول منطقه الجزاء لحد ما رحت، ومنهم الكوره اللي انت حطيت لما في اول الماتش قبل ما تجيب الجون، تمام. وفي منهم فرصه في الشوط الثاني، 3 فرص غير الجون اللي انت جبته، تمام. يبقى كنا الماتش ده كان خلصان وما حصلش التعادل. فهقول لك بص بقى، ما تتكلمش تاني إلا لما توريني بقى انك لعيب جامد وتكسبنا الماتشات التقيله، ترجع الاهلي بقى هسهس براحتك. مفيش حاجه اسمها هص، يعني ايه لعيب يقول هص لمين؟ لجمهور ولا لمين؟ الموضوع مش مفهوم. فخلينا نرجع للماتش. بالشوط الاول هو تريزيجيه اللي كان بيحاول يعمل كل حاجه، حاول يفوق الفريق. مروان عطيه كان كويس جدا، مصطفى العيش كويس جدا. في المجمل برضو انت ما شفتش، وكان واحد انا بتفرج، فكرة الروح بتاعة الماتش اللي هو احنا النهاردة هنقدم اداء مرعب، احنا هنخض فرق الدوري كلها، احنا هنرجع الهيبة بتاعة السنة، وهنفكر الناس ان احنا هنرجع. مفيش، حتى وانت جايب الجون الاداء هزيل ضعيف، عشوائية، مفيش لعيب، مفيش فكرة، مفيش حاجة بتتنفذ. الضربات الثابتة كلها على مدار الماتش كله، مش على مدار الشوط الاول، الضربات كلها سيئة سيئة، ركنيات، فاولات، كلها سيئة. في وقت من الاوقات انت كنت الضربه الثابته دي جون، ركنيه بقى،
تخلص بجون او ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ايا كان شكلها، بس كان بتنتهي بجون، تبقى مؤثرة مهمة. النهارده عشوائية ما بعدها عشوائية في الضربات الثابتة. طيب تيجي في ده الشوط الأول ده مفيش حاجة، هو تريزيجيه شوية فرص لتريزيجيه وكورة بتتنقل. انبي قلقان منك لأن انبي حط في دماغه إن هي فكرة الأهلي هيعمل رد فعل النهارده مرعب. الأهلي النهارده هيعمل يوم، هيعمل ماتش، هنشيل جامد النهارده. وانبي لعيبتها لعيبه محترمه، عندهم اداء وعندهم لعيبه كويسه جدا، وطول عمر انبي معروف ان هو بيقدم لعيبه كويسه جدا جدا يعني. طيب نيجي بقى من الشوط التاني خلاص، كل واحد في وادي بقى يعني. تمام، احنا الحمد لله لعبنا شويه الشوط الاول فجبنا جون، احنا الاهلي، فانا جبت جون فانا بركن عليه، مش هجيب 2 و3 و4 وانهي الماتش بدري بدري وافرح الجمهور واتبسط واوري الناس ان انا رجعت. لا مفيش يا باشا، مفيش اي حاجه، عشان انت ما خصمتلهمش، عشان انت ما رحتلهمش في الحته اللي بتوجعهم، الفلوس. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي هي فلوس، انت ما خصمتلهمش، فهو بالنسبه له جاب جون، فالموضوع بالنسبه له انتهى. تغييرات عجب من العجب. كنا بنعيب على الراجل اللي مشي، هو تمام. ايه التغييره بتاع جلاديشار وهطلع محمد شريف ونزل جلاديشار؟ يا جماعة انت بتهاجم فرقة بدفاعية، فطبيعي ان الكورة بتقول ان لازم يبقى في كثافة في منطقة الجزاء، فعشان يحصل كثافة في منطقة الجزاء يبقى في ناس بتعرف تلعب الكورة بباصها كويس، او في ناس بتنتش زي ما بيقولوا كور تجي جوان او تشوط شوطة او تاخد ضربة جزاء، فلازم يبقى في كثافة. فالكثافة دي هتيجي منين؟ وجود اكتر من مهاجم في منطقة الجزاء. فحضرتك يا اما كنت هتحط جلاديشار جنب محمد شريف، تمام، وتطلع حد من الناس بتوع نص الملعب، الموضوع سهل جدا، تمام. يا اما كنت هتطلب من بن شرقي ان هو يخش منطقه الجزاء مع جريديشار، بما انك كده كده غيرت محمد شريف، وهتودي تريزيجيه تخليه يرفع عرضيات، يقتحم، يحاول يعمل اختراق، يجيب لك بيها جول. ليه بنصعبها؟ ليه تغييرات تقليديه؟ وليه تغييرات ما فيش فيها اي فكر، ما فيش فيها اي حاجه؟ انا بنزل امام عاشور وهو باين جدا ان هو مش هيقدر يلتحم ومش هيقدر عشان انا نزلت امام عاشور. وبعدين انبي جاب جون. وعايز اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات اللي انا جاي اقولها لك النهارده، ان الاهلي فلت من الخساره. انت لو جمعت الماتش هتلاقي ركنيات كتير للاهلي، مش عارف ده الاهلي وكان بيروح على منطقه الجزاء ومش عارف ايه، ولكن فرص انبي كانت اخطر بكتير. الشناوي شال واحده ما تتشالش، مرتين ثلاثه انفراد، جون ملغي اللي هو الاوفسايد اللي عليهم، تمام. ف يا جماعه الوضع مش احسن حاجه، الوضع مش احسن حاجه. ديانج النهارده من اسوأ الماتشات. الكوره انت بتطلب من لاعب، انا كمدرب واقف على الخط، ديانج ده بقاله كام سنه موجود في الاهلي؟ كتير، 4 5 سنين يمكن اكتر، تمام. طيب الراجل ده ما بيعرفش يهاجم، الراجل ده بيطلع بالكوره، بيزق الكوره ويروح ويديها لحد يسلم، فهو دي حلوه جدا 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 الستارت بتاعته بالكوره، وقطع الكوره ومالي نص الملعب وكل الحاجات الدفاعيه الجميله. يبقى انا هعمل ايه مع ديانج ده؟ اقول له بعد اذن حضرتك انت ما بتروحش على الجون. يبقى انا النهارده مروان وديانج في الملعب، تمام. انا بقى اعدل بالرمضان اقول له زق نفسك وسيب الناس دي ترجع تدافع، اغير الطريقه. لكن انت بتطلب من ديانج ان هو يخش يزيد، فديانج ما عندوش المهاره بتاعه الترقيص. فديانج في كوره اللي هي كان فيها طرد للشناوي، وهرد على حته الطرد بتاعت الشناوي دي، هو كان موجود في منطقه الجزاء فهو خرج بيها لبره وعمل باص غلط. الباص ده راح بثرو باص من لاعب انبي للمهاجم بتاعهم، عشان الشناوي في طلعه غريبه جدا لحد نص الملعب، انا مش عارف ليه، عشان يقابل اللعيب. طبعا جدلية بقى طرد انذار والحكم في الجلاش، اصل هو لمسها بايده، يعني الموضوع مش علاقه بايده، تمام. طيب لو الفرصه المحققه، لا، هو قانون التحكيم في الفرصه المحققه المسافه للجون، تمام، المسافه قد ايه، تمام، عدد المدافعين اللي في الكوره، اتجاهه هو في المرمى، اتجاهه هو ناحيه المرمى، تمام، اتجاه الكوره نفسه، هو الكوره في حوزته يعني في استحواذه الكوره، ولا هو بعيد عن استحواذ الكوره. فهو باين جدا ان الكوره فاول على الشناوي بتهور، اللي هو تهور نتيجه لمسه الايد في وش اللعيب، وان الكوره ما كانتش في اتجاه، فطبيعي ان هو مش هياخد طرد، هياخد انذار. ده قولا واحدا، تمام. يبقى القصه، طب انت عشان هو طلع المسافه دي ليه؟ طيب نرجع لديانج، ادي الكوره. طب الكوره الثانيه ضربه الجزاء. يبقى النهارده لما اقول ان ديانج اسوأ لعيب، ما حدش يقول لك لا بس ديانج ده لا هو اسوأ لعيب النهارده. لا بن رمضان وحش،
يا جماعه رمضان وحش، رمضان من ساعه كاس العالم ما قدم لناش اي حاجه، بيمشي في الملعب يلطش بايده، هو بيرقص بايده يعمل بايده كده، مرهق احدوه. لا ما هي كده بايظه، العب بقى الناس، العب بقى الناس اللي كانت بتلعب، اشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. مصطفى العيش يلعب باك شمال، ليه العبه مدافع؟ خلي محمد هاني يرجع يلعب مدافع، واطلع حد يلعب باك يمين، استفيد بقى من البهوات اللي موجوده معانا في الفرقه ومحسوب علينا. طاهر و كلام من اللعيبه دي، احط بقى اروح عند الناس دي يلعب باك يمين. العب يا باشا باك يمين، غير الطريقه، ما تلعبش باك يمين اصلا، غير الطريقه ب 3-4-3 ولاعيبه في نص الملعب وتروح لها، ما انت كده كده اصلا. الرجاله ما بتأديش، الرجاله ما بتقدمش حاجه. الاهلي فلت من الخساره النهارده، الاهلي النهارده وحش. يا جماعه لازم الاداره تتدخل، الاداره تدخلها مش الطبطبه، اللعيبه دي مش عايزه حد يطبطب عليها، الوضع ده مش احسن حاجه، الناس دي عايزه يتخصم لها، واللي مش عاجبه مع الف سلامه، الباب يفوت جمل. احنا ياما كسبنا بطولات وياما خسرنا بطولات، احنا كنا بنستحمل لو انتوا جيتوا تتفرجوا على الاهلي في 2017 و 2018، عشان الواحد ما بقاش بيقلل من اللعيبه، في اسامي لعيبه والله انت ما كنت، انا كشخص انا ما كنتش يعني اشوف ان اللعيبه دي ينفع حتى تعدي من جنب سور النادي، واستحملتهم عشان كانوا لابسين تيشيرت الاهلي، فانا مش فارق لي حد. وفي لعيبه انا عمري ما هشوف زيهم تاني في الكوره في الاهلي، اعتزلوا وبطلوا. فالاهم، الاهم هو النادي، هو كيان النادي الاهلي. ماشي الدوري هتخسره السنه دي، ما عنديش مشكله اخسر الدوري السنه دي، بس عدل العك ده، عدل العك ده لان الوضع مش مظبوط تماما. كل اللعيبه ما عندهاش روح، كل اللعيبه مش مقدمه لك حاجه، مفيش. ده حتى في الوقت الاخير كرة بتطلع من نص الملعب، مفيش حد بيزود قدامه. يعني السنة اللي فاتت في الدوري اللي خدوا الأهلي السنة اللي فاتت، في ماتشين ياسر إبراهيم نايم في منطقة الجزاء، اللي هو أنا هنكسب، مفيش حد في دماغه، مفيش حد في دماغه حاجة. فبالشكل ده آه مش أحسن حاجة، مش ألطف حاجة القصة اللي حصلت النهاردة. أداء الأهلي استمرارية لهزلية الأداء، الموضوع مش موضوع المدرب اللي واقف على الخط هو أجنبي مصري عماد النحاس ريبيرو اللي هيجي بعدهم، لا. الموضوع القصة كلها قصة مدير كورة. يا باشا الفرقة دي لازم تخش معسكر، الفرقة دي لازم اللعيبة دي تتعاقب عشان 6 ماتشات، 6 ماتشات تتعادل منهم 3 تخسر ماتش. ده عمره ما حصل، يعني عمرها ما كانت بداية موسم للأهلي. لو هي الأسماء اللي احنا بندفع لها فلوس، يعني الأهلي بيدفع لها فلوس دي جاية عشان في الآخر أبقى بلعب 6 ماتشات أتعادل منهم 3، وأتعادل أو سوري أتعادل منهم 3 وأخسر ماتش، تمام، يبقى مشيهم، مش عايزين هنلعب بأسامي تانية. أرجع، في ناس نسيت الكورة، في ناس مبقاش فارق معاها حاجة. لازم يبقى في موقف من الإدارة بالخصم للعيبة. أنا بتكلم معاك وبحلل معاك الماتش أهو، مدرب انبي اجاد جدا 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 في التعامل، نزل لعيبه سرعات، نزل عمل احسن يعني حاجه عنده، عشان هو في لعيبه بتتقبل المعلومه. خد بالك انا ممكن اقعد اكلمك من هنا لبكره وابقى برسل معلومه، وانت ممكن تقعد من هنا لبكره بتسمعني بس ما بتستقبلش عشان انت مش عايز تستقبل، دماغك مشغوله بحاجات تانية. انا افوقك، يا فوقك يا مشيك، هو ده المنطق بتاع الكورة. ففي فنجان كورة النهاردة واحنا بنتفرج على ماتش الأهلي، مفيش حد يستاهل ان هو يتقال عليه ان هو نجم الماتش. يعني محمد هاني كان أداء وايد، تريزيجيه كان كويس، بن رمضان سيء، ديانج سيء، محمد شريف سيء. بس احنا نقعد نقول خناقة الصيف وخناقة الشتاء وخناقة، انا مش عارف خناقة على مين وعلى ايه وبأمارة ايه، على لعيبة ايه، بتعملوا ايه اصلا عشان، او بتقدموا ايه اخر فترة من اللي قبل كده، التاريخ انا ماليش علاقة بيه، بتقدموا ايه اخر فترة عشان انا اقعد اتخانق الخناقة دي على اللعيبة دي، معرفش. فالدعم والمساندة للعيبة وللنادي هيفضل موجود، بس انا مش هدعمك كلاعب وانت وحش، وعايز بقى تجيب جون وتعمل لي كده وتجيب جون وتعمل لي كده والحاجات دي، لا انا ما باكلش معايا الكلام ده. انا راجل كنت بدخل المدرج وانا اللعيب اللي بيباصي باصه غلط بيتذمر عليه زماره، اللعيب بيبص كده يتخض. انا كنت بشوف، انا حضرت الناس دي، انا كنت موجود من ضمن الناس دي. لكن النهارده اللعيب اللي بيعمل حاجه غلط نقول له لا عادي براحتك مفيش مشكله، لا مش براحتك،
هتلعب في النادي الاهلي، احنا يا باشا عايزين ناخد لو بنلعب ماتش في الشارع بس باسم النادي الاهلي عايزين نكسبه، مش هقد الشيله يا باشا، ما تشيلهاش، مش ما تشيلهاش. فده اللي حصل في ماتش النهارده، مفيش حاجه جديده اتقدمت، مفيش حاجه حصلت، مفيش اي اضافه اتضافت، مفيش حاجه تقدر تحللها اصلا ان انت عملتها. بن شرقي نازل بيحارب لوحده واخد ناحيه ومفيش حد بيتحرك، مفيش امام تايه، قفشه نسي الكوره خلاص، يا باشا خايف اللعيبه دي تروح فين؟ ما تخافش، لان اللعيب ده لو في خير انه خير مش هيروح في حته تانية، هيرجع يفوق نفسه. انا ده رايي الشخصي، اللعيبه اي لعيبه انت خايف ان هو يروح مكان تاني، هو لو في منه خير مكان كان هيكمل في افضل مكان ليه في افريقيا، وهينتج تاني وهيطلع انتاج تاني، لكن هم خلاص في منهم بعض اللعيبه شبعت مش محتاجه تكمل. انت بتغير جلدك وده بياخد وقت، وده طبيعي، تغيير الجلد بياخد وقت ده طبيعي، بس تغيير الجلد من غير روح ده اللي مش طبيعي. شكرا، اشوفكم على خير في تحليل ماتشات تانية مع فنجان كورة.